تخيلوا انه عمل اعلان انه هيعمل وقف اطلاق النار من جانب واحد، ودوت علشان عيد الاضحى المبارك. كل سنة وانتم طيبين. بس تخيلوا احنا وصلنا ليه. وكالة فرانس بريس الإخبارية قالت إن في مرتزقة كتير موجودين مع الجانبين في المعارك الدائرة حاليا في السودان، وبيقولوا إن المجندين دول أو المرتزقة دول من دولة تشاد، وده خبر مهم محتاجين نقف عنده ونخليه شوية على جنب. بس خليكم معايا. النهاردة هنحكي عن راعي الغنم، عن عقيد الجيش اللي عايز يوصل لحكم السودان. هل هو عقيد في الجيش فده نعتبره انقلاب عسكري، ولا هو راعي غنم وملوش علاقة بالجيش اصلا وهو منتسب يعني للقوات المسلحة ونعتبر ده طمع في الحكم؟ هل هو كنيد النظام في انه ينفذ مذابح او ينفذ معارك كتير خارج اطار القانون، ولا هو مناصر الثورة واللي كان بيحافظ على القانون؟ النهاردة هنتكلم عن محمد حمدان المشهور بحمدتي. محمد حمدان دقلو المشهور بحمدتي، مواليد 1975. المهم في قصة حياته ان احنا نخلي بالنا من التفاصيل، فخليكم معايا مركزين جدا. هو من قبيلة الرزيقات الهلالية بالسودان، وزي كل اللي كانوا ساكنين في منطقته التحق بالكتاب بتاع المنطقة بتاعته، لكنه انقطع عن التعليم وهو عنده 16 سنة، يعني تقريبا سنة 91. هو شاف ان قرار التعليم دوت مش قاره، فقال لك بقى ايه، ادور على شغلانة تجيب فلوس. فاخد شنطته كده وسافر على مصر وليبيا وتشاد. وعلشان يكون لينا بس زي ما قلنا واقفة في التفاصيل، عايزين نقف مع تشاد دي شوية. سنة 1960 حصل تشاد على الاستقلال بتاعها، بس كان في شوية قبائل كده مش عايزين الاستقلال دوت، لان كان اكل عيشهم من الصراعات اللي كانت بتحصل بين القبائل. كانوا بيأجروا الجنود مرتزقة يعني، وبعد الاستقلال اللي ما كانش على هواهم دوت بقوا يأجروا الجنود في الصراعات اللي جوه تشاد واللي بره في المنطقة. استغلوا بقى الصراعات اللي موجودة في المنطقة وكونوا عصابات، وبقى اللي يدفع اكتر يروحوا يشتغلوا معاه. واستغلوا الاحداث اللي كانت موجودة في ليبيا، واستغلوهم البشير سنة 2003 في احداث دارفور. بس هنتكلم في القصة دي بالتفصيل قدام شوية. المهم بقى نرجع لعم حمدتي. لما سافر ليبيا قابل الناس دول هناك واشتغل معاهم شوية، بس لقى الشغل معاهم في ليبيا ما بيأكلش عيش بالطريقة اللي هو عايزها، فرجع معاهم على تشاد وقعد بقى معاهم شوية، والدنيا حلوت كده وعرف الشغلانة دي الناس بتشتغلها ازاي، وقام واخد بعضه ورجع على السودان. راح بقى لقبيلة بتاعته وكون منهم ميليشيا مسلحة، وبقى هم مسؤولين عن تأمين التجارة اللي بتعدي عليهم. والموضوع دوت بدأ يكبر لدرجة انه بقى هو المسؤول عن حماية القوافل التجارية اللي بتعدي في جنوب السودان. لكن حكومة البشير كان ليها موقف قوي وواضح جدا مع الميليشيات العسكرية اللي كانت تحت قيادة حمدتي اللي كانت موجودة في جنوب السودان. الحقيقة ان البشير والحكومة بتاعته اعجبت جدا باللي حصل من حمدتي والميليشيا اللي كونها، ومش كده وبس، ده استعانوا بيه كمان في قمع الاحتجاجات اللي كانت في دارفور سنة 2003. حمدتي بقى بدأت قوته تظهر ونفوذه يكبر، وجاب بقى زي ما قلت لكم صحابه اللي كانوا شغالين معاه من تشاد، والقوات بتاعته دي بدأت تكبر. وطبعا اللي هيرجع لأحداث دارفور هيعرف انه حمدتي استخدم القوة المفرطة، لانه طبعا بيستخدمها بلا قانون وبلا رادع. هو في الاخر عبارة عن ميليشيا مسلحة. وزي ما قلت لكم ان البشير كان مبسوط جدا من اللي بيعمله حمدتي، فاطلق على الجيش بتاعه وحدات مخابرات الحدود. وفضل نفوذ حمدتي يكبر لدرجة ان البشير سنة 2007 اداله رتبة عسكرية. ايوه، رتبة عسكرية، اداله رتبة عميد. وفي 2013 البشير اعلن ان في قوات اسمها قوات الدعم السريع بقيادة حمدتي، والقوات ديت هتكون باشراف مباشر من البشير، يعني بقت قوات تتبع الدولة، واداله رتبة عسكرية، وبقى كمان قريب من دايرة الحكم الأكبر من الرئيس نفسه.
ولان حميدتي عارف من اين تؤكل الكتف وعارف ان قوته عماله تزيد، فسيطر على اماكن تعدين الذهب. بالمناسبة لازم تعرفوا ان في التوقيت دوت كان الذهب هو يمثل 90% من الدخل السوداني، وده دخل فلوس لحميدتي لا تتخيلوها. بس السؤال بقى، هل الفلوس الكتيرة اللي بقت مع الميليشيات ديت وهل تقربهم من السلطة بس هو اللي مقوي قلب حميدتي ومخليه عايز يحكم بلد كبيرة، بلد عريقة زي السودان؟ الحقيقة لا، في نقطة كمان مهمة. زي ما قلت لكم قصة حميدتي هي قصة فيها سسبنس ينفع تتعمل فيلم. المهم بقى يا أصدقائي، سنة 2015 حميدتي بقوات الدعم السريع بتاعته سافرت إلى اليمن، وكانت مهمتها حماية الحدود السعودية اليمنية من هجمات الحوثيين. يعني كمان قواته خرجت بره الحدود السودانية وبقى في اعتراف دولي أو إقليمي حتى بيها. سنة 2018 بدأت المظاهرات الكبرى ضد البشير، فحميدتي راجل بصون العيش والملح، بصون الراجل اللي وصله أصلا للي هو فيه دلوقتي. فعمل إيه؟ قال له بص بقى، ده وقت التنحي، يلا مع ألف سلامة. في الوقت دوت لازم برضو نبقى عارفين ان برهان قائد الجيش عارف قوة حميدتي على الارض، عارف قوته وسط الناس، فعرض عليه ضم قوات الدعم السريع الى الجيش، وان حميدتي نفسه يكون نائب وزير الدفاع. وده طبعا علشان يكون في اطار قانوني يقدر يحاسبه لما يغلط بيه، وعلشان يقدر يكون جوه الدولة، ما تبقاش الدولة فيها جيشين. ولكن انتوا بتكلموا حد كان شغال قاطع طريق، هتيجي تقول له خش جوه الدولة ويحكمك قانون وإطار أخلاقي وضوابط عامة؟ أكيد هو طبعا مش هيوافق على الموضوع دوت، هو عايز السلطة المطلقة. ودي نبذة صغيرة عن حياة قاطع الطريق، راعي الأغنام اللي كان عايز يوصل لحكم السودان. خلينا بس عارفين ان انا مش مع اي طرف، انا لا مع البرهان ولا مع حميدتي، انا بس محتاج ان انتوا تبقوا فاهمين وعارفين ضوابط كل حد وتاريخ كل حد. احنا هنا ما بنتكلمش غير في المفيد وبنعرض الحقائق وبس، هنا كلام على الله.